السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات وبنات. نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم بسيطلات اللي كيجيو صغيورين وزوينين على هذا الشكل هذا، بالدجاج ولا صوص بيشاميل والفرماج. كيجيو صغيورين ولداد وزوينين بزاف، نتمنى تجربوهم. ندوزو للمقادير ان شاء الله. عندي شويه ديال الطحين باش غنصوب صلصه البشاميل، الزبده، شويه ديال الكوزه، عندي فرماج ديال البيتزا وشويه فرماج حمر، عندي بصله وحده مشلضات، شويه ديال المعدنوس ورويس ديال الثومه وريقه ديال سيدنا موسى اللي غندير مع الدجاج، ونص كيلو ديال ورقه ديال البسطيله مليحه وبزار. عندي هنا نص دجاجه غنزيد عليها الثومه وريقه سيدنا موسى والبصله والمعدنوس. من بعد غنزيد شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، غنزيد عليهم الماء الكافي، الماء طايب الكافي فاش غطيب الدجاجه ديالي واحد المده ديال ساعات المكانه. ها هو الدجاج من بعد ما طاب، كنخليه يتقلى في هذيك المريقه فاش طاب، ومن بعد كنحيد ليه الجلده وكنقطعو طريفات صغار وكندوز باش نوجد لاصوص بيشاميل ديالي. كناخد كاسرونه وكندير فيها معلقه كبيره ديال الزبده وكنزيد عليها معلقه كبيره ديال الطحين وكنحركهم مزيان، كنبقى كنحرك، ومن بعد كنزيد الحليب شويه بشويه شويه بشويه وكنحرك مزيان باش ما كديرش كويرات وما كتلصقش ليا في الكاسرونه. على هذا الشكل هذا كنبقى كنحرك حتى كتوجد لاصوص ديالي. كتبدا كتختار شويه بشويه، كنزيد الحليب. بعد ما وجدت لاصوص كنزيد فيها شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، وكنحك شويه ديال الكوزه، ومن بعد كنبقى كنحرك باش ما كتلصقش وما كتحرقش ليا حتى كتختار لاصوص بيشاميل ديالي. المرحله الثانيه بعد ما قطعت الدجاج وحيدت العظيمات وحيدت ليه الجلده وحيدت ليه كلشي، غنديرو في الطنجره وغنزيد فوق منه داك الفرماج اللي عندي، انا خلطت الفرماج، درت شويه فرماج حمر وشويه فرماج ديال البيتزا، يمكن لكم ديروا على حسب اللي عندكم واللي متوفر. انا خلطتهم بجوجهم، ومن بعد غنبدا نزيد في لاصوص بيشاميل شويه بشويه، غنزيد وغنحرك وغنشوف واش يمكن ليا نزيد ولا صافي على حسب القياس اللي بغيت. هنا غنزيد شويه. من بعد غناخد الورقه ديال البسطيله غنقطعها على 4. انا هنا خديت واحد الغطاء اللي صغيور بزاف ودرت الورقه الاولى ديال البسطيله، درت 2 معالق ديال العماره وقاديتهم مزيان وجمعت البسيطله ديالي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، وعاونت غير بشويه ديال الزبده، ما درتش البيض، شويه ديال الزبده باش عاونت. ومن بعد غنحيدها وغندوبل الورقه وغنرجع البسيطله ديالي وغنقادها ثاني ونعاود ثاني بشويه الزبده باش نجمع الثانيه كما كتشوفوا معايا على الشكل هذا. كيجيو بسيطلات صغيورين وزوينين بزاف، بلا بيض بلا حتى حاجه، غير بشويه ديال الزبده. ها من بعد ما قلبتها كتجي على هذا الشكل هذا. غنبقى على هذا الشكل هذا تنكمل البسيطلات ديالي كما شفتوا معايا، يعني ورقه واحده ديال البسطيله كتصوب ليا 2 بسيطلات صغار حيت مقسومه على 4. كندهن شويه ديال الزبده وكنعاود نعمر وكنطويهم، كيجيو ساهلين في الجميع دغيا كيتجمعوا. كنعاوني بشويه ديال الزبده دايبه وصافي كنقلبهم وكنعاود نضوب الورقه كنعاود نجمعهم، يعني كنتكافى بالزبده. كيجيو زوينين بزاف وصغيورين، من بعد ما كيطيبوا كيجيو ناشفين وكيجيو زوينين بزاف.
يمكن لكم تحتفظوا بهم في المجمد. من بعد ما كنبغيو نطيبوهم كندهنوهم غير بشويه ديال الزبده، والتزيين كيبقى على حسب اللي متوفر. انا هنا كتشاط ليا شويه ديال الورقه وشديت المقص وقطعتها شرائح رقيقه وزينت بها بسيطلات ديالي ودهنتهم بشويه الزبده ودخلتهم الفران. عليهم الفران مزيان وكنخليهم واحد المده ديال 30 دقيقه تقريبا حتى كيتحمروا كيتقروشوا، وهاد كنخرجهم من الفران. يمكن لكم تزيدوا اللي بغيتوا باش تزينوا، يمكن لكم تخليهم بحال هكاك. انا منين بعد ما خرجتهم من الفران زدتهم شويه ديال الفرماج من الفوق. مال هاد الكميه اللي خدمت بها انا غير نص دجاجه، وخدمت بنص كيلو ديال الورقه وشاط ليا الورقه مازال، وحصلت على 10 ديال البسيطلات اللي صغيورين وزوينين بزاف كما شفتوا معايا تبارك الله. بعد ما طابوا خرجتهم من الفران ورشيت عليهم شويه ديال الفرماج كيجيو على هذا الشكل هذا حمرين وكيشهيو. نتمنى تجربوهم ان شاء الله. ما تنساوش تدعموا القناه ديالي باش ديما توصلوا بالجديد ان شاء الله. بالصحه والراحه ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.